اسمعوا، هاي أذكى وصفة رز بحليب ممكن تكونوا جربتوها بحياتكم. كنسلوا لي على كل الطرق اللي جربتوها وزبطت وما زبطتش ونافع ومش نافع وزاكية مو زاكية، انسوا. حنعمل اليوم بطريقة بتشهي القلب ونكهة يا ويلي شو بتشهي القلب. روعة 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 يا جماعة، عن جد بتشهي. يلا ننزل على التعليقات كالعادة، نصلي على الرسول أكسب أجر أنا وإنتو. أيضا فضلا ليس أمرا، كتير هذا اللايك بفيدني وبيدعمني. اضغطوا لايك لهذا الفيديو هلأ وانتو عم تحضروا بالفيديو، ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية وكيف ما عم بتشوفوا معي رح أرفع طنجرتي على النار ورح ضيف نص كوب من السكر. حبدأ إني أكرمل بالسكر عادي جدا، ولكن معلومات جدا مهمة إنه السكر إحنا ما بنبدأ نحرك فيه إلا لما يبدأ يتكرمل عندي من الجوانب. بعد هيك ببدأ إني أحرك فيه بمعلقة من سباتولا أو خشب، ما تحركوا بحديد لحتى الحديد ما يلزق بالسكر. ولحتى تحصلوا على أفضل النتائج دايما كرملة السكر بتكون عنا على حرارة متوسطة، لا عالية كتير لحتى السكر ما ينحرق، ولا واطية لحتى يدوب معكم بكل سهولة. بعد ما تكرمل عندي بهذا الشكل واخذ لون عسلي جميل، انا بس بزيد غماءه سنة بسيطة لانه رح يفتح معي اكتر مع الحليب. رح اشيله وابدأ اني اوزع يعني ما يقارب معلقة واحدة بكل طبق. تمام، الكمية اللي انا عملتها اليوم تكفي تقريبا 6 اطباق او 7 اطباق، مش اكتر من هيك. رح اوزع كليات الكراميل بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. انا بوزع بس على كل كاسة او طبق معلقة واحدة، مش اكتر من هيك. عندي هون رز مصري حصريا، رح استخدم كوب واحد. انا بس بغسله ما بنقعه ابدا. بعد هيك نفس كمية الكراميل اللي زادت معي بالطنجرة رح اضيف عليها كوبين ونص من المي. ببدأ اني ادوب بكمية السكر. تمام، واول ما يدوب معي رح انزل بكمية الرز بعد ما غسلته، وكيف ما قلت لكم نتأكد انه السكر داب معي بالمي تماما. لحتى يدوب معاكم بسهولة المي كاستين ونص المي اللي بتضيفوها ضيفوهم سخنين. لو حابين الرز يكون معاكم مثل المخبوس الرز انقعوا، لو مش حابينه يكون مثل المخبوس ما تنقعوا مثلي. انا بحب حبته تكون مستوية وظاهرة، ما بحب يكون مخبوس هيك ما بستلطفه. حضيف معلقة واحدة من الزبدة اختياري، ولكن بتعطيكم نكهة بتشهي. تمام، وبغطيه وبنوص تحته وبترك الرز ليستوي معي كامل السوا. حرارة الغاز هون بتكون عندي منخفضة، ما بعليها كتير لحتى الرز يستوي معنا عادي مثل ما بنفلفل أي رز. تمام، وكيف ما قلت لكم لو حابين الرز بتحبوه هيك مثل المخبوس، فيكم الرز قبل ما تستووه تنقعوه بصير بيمشي الحال. رح أضيف 4 أكواب من الحليب أي ما يعادل لتر. تمام، وبضيف عليهم فقط 3 معالق من النشا. رح أضيف عليهم نص كوب من السكر، ورح أضيف عليهم فانيلا. أي نوع فانيلا عندك بيمشي حالها، السكر البودرة السائل بيمشي الحال. بدمج كل هاي المكونات على البارد. لسه أنا هون عندي الحليب بارد عشان هيك ضفت النشا، وبعد هيك ببدأ إني أحرك فيه باستمرار لحتى الخليط يتكاثف معي بهذا الشكل. بصير ما لك نحط ماء الورد؟ لا. بصير نحط ماء الزهر؟ أكيد لا. فانيلا لأنه إحنا عاملين رز حليب مكرمل، فنكهة الفانيلا بتكون معاه كتير أطيب من الماء الورد أو ماء الزهر. ممكن لو عملتوا رز بلبن على طريقة تانية بنكهات عربية تانية، المستكة القرفة هاي ممكن تضيفوا ماء زهر وماء ورد، ولكن بهاي الطريقة المكرمل أبدا ما بيمشي الحال. حبدأ إني أوزع فيهم بالكاسات بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم وهو سخن فوق الكراميل. يا ويلي يا ويلي نكهته وريحته وشو بتشهي القلب. على فكرة أنا كذا مرة عملته أولادي أبدا ما بيرضوا ياكلوه، ولكن هالمرة أبدا ما فكروا إنه هذا رز بلبن. زينته أنا بشوي من الجوز الهند وشوي من الفستق الحلبي. أنا دايما بقولكم إنه التزيين على حسب الرغبة، ولكن هذه أكتر شي بيلبق معاها جوز الهند والفستق الحلبي. كل شيء أكيد منه أي حدا حيتذوقه عندك أبدا ما حيتخيل إنه هذا رز بحليب. بشهي ولازم تجربوه. بالهنا والشفا مقدما، وباي باي.